في طاسة على النار هنزل بشوية زيت وهنزل ببصلاية صغيرة متقطعة مكعبات، هديها تشويحة في الزيت يا دوبك بس تتبل، وبعد كده هنزل عليها طماطماية متقطعة مكعبات وفلفلاية متقطعة مكعبات، اديتهم تشويحة كده مع بعض. وبعد كده هنزل بالفول، نزلت بعلبة من الفول، انا هنا مستخدمة الفول العلب لكن انت ممكن تستخدمي اي نوع فول عادي مفيش مشكلة. اديته كده تقليبة مع الخضار، وبعد كده هنزل بالتوابل، نزلت برشة من الملح يعني تقريبا نص معلقة صغيرة، رشة من الفلفل الاسود، اديتهم تقليبة. وبعد كده هرفعهم من على النار وهجيب طاجن صغير كده، ونزلت بخلطة الفول اللي انا عملتها وانا مشغلة الفرن، سبته يسخن شوية، سويت وش الفول بالسباتولا، وبعد كده هنزل عليه ببيضتين، هنزل على البيضتين كده برشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود. هندخله على فرن سخن لمدة 10 دقايق يا دوبك بس البيض يستوي من بره بالشكل ده، وكده يبقى جاهز معايا. في الفيديو الأصلي عملنا طريقتين كمان للفول، هسيب لكم اللينك في الكومنتات عشان لو حبيتوا ترجعوا له.